مرحبا بكم في الحلقة 13 من حلقات برنامج صوموا تصحوا. معكم سعيد مشيمش، أخصائي نفسي ومعالج نفسي. واليوم إن شاء الله غادي نهضروا على واحد الموضوع مهم. الصراحة الموضوع الحلقة كان مختلف. في البداية كنت باغي نهضر على التأمل وكيفاش ممكن نمارسوا التأمل في رمضان ويعاون الناس زعما في تدبير التوتر والقلق وداك الشيء. ولكن فيما بعد بقيت كنتساءل مع راسي وكنقول بالنهاية التأمل هو واحد الممارسة اللي جاية من واحد ثقافة أخرى، من الثقافة البوذية وإلى غير ذلك. وبالنهاية احنا أيضا في الثقافة ديالنا عندنا ممارسات تعبدية كاينة في الدين الإسلامي اللي أيضا كتساعد الإنسان أنه يدبر التوتر ديالو والقلق ديالو. هاد الأمور يبقى فقط كيفاش احنا كننظروا للأمور. كنهضر هنا بالتحديد على الصلاة كممارسة تعبدية. ممكن الإنسان في هذوك 5 الصلوات ديال النهار ديالو يعتبرهم واحد الوقت مستقطع، واحد الوقت كيتوقف فيه على ممارسة الأعمال ديالو، على ممارسة الأنشطة اليومية الروتينية اللي كيديرها اللي فيها واحد الضغط، ويعتبر هذيك اللحظة هي واحد اللحظة ديال الخلوة مع الله تعالى، واحد اللحظة ديال الاستسلام، واحد اللحظة اللي غادي يعيش فيها واحد النوع من السلام الداخلي. هاد العملية كنتصور أن الإنسان إلى حاول يديرها في هذا رمضان، إلى حاول يتدرب عليها ويحاول كما كنقول يبدل النظرة، لأن مع الأسف احنا يمكن نظرتنا الصلاة هي فقط نظرة الفريضة، وهذا صحيح، الصلاة فريضة، ولكن أيضا عندها بعد آخر، بعد أكثر من أنها مجرد فريضة، بعد كما قلت ديال أننا نقدروا نعتبروا الصلوات ال5 دي مومون دو بوز، لحظات توقف اللي الإنسان غادي يتوقف فيهم على التفكير، غادي يتوقف فيهم على القلق من واحد مجموعة الأمور، وغادي يحاول يوجه التركيز ديالو نحو الخالق ديالو، ويحاول يمارس واحد العبادة، ويمارس الذكر، ويحاول يترفع على ما هو دنيوي وينتقل لواحد المستوى آخر علوي. فوالا، هادشي اللي كنت اعتبروا هذه الحلقة مجرد تأمل في هذا الموضوع، ما هياش بالضرورة نصيحة، اعتبروها مجرد تأمل. كنتمنى أنه كان مفيد بالنسبة لكم. نتلاقاو إن شاء الله في الحلقة الجاية من حلقات برنامج صوموا تصحوا.